السلام عليكم، مرحبا بكم حبيباتي، مرحبا بكم في قناتي المتواضعة. نتمنى تزوروني حبيباتي وما تنسوش تكملوا الفيديو حتى للأخير، وما تنسوش حبيباتي تخليوا لي اشتراكاتكم وتفعلوا لي هذاك الجرس باش يوصلكم كامل جديد وصفاتي. وما تنسوش الجيم للفيديو والبارتاج إذا عجبتكم الوصفة. جبت لكم حبيباتي اليوم، جبت لكم هذا شوربه بالدجاج، شوربه ما شاء الله تجي بزاف بنينه وبزاف هايله. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال رضاكم، يعني جربوها بهذا الطريقه واكيد مش راحين تندموا. رايحين نبداو في الوصفه وطريقه التحضير. راح نبداو بالصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. في هذا الكوكوطه حطيت كميه نتاع الزيت وحطيت زوج اطراف نتاع الدجاج، يعني هذا فخذ كامل يعني مقسوم على زوج. يعني نتوما ولكم الاختيار، كاين اللي حاب يدير صدر تاع الدجاج وكاين كل واحد واش يحب يدير. انا المهم ضفت هاد الفخاذ نتاع الدجاج مقسوم على زوج ضفته، وضفت كميه مليحه نتاع البصل. انا نحب الشريبه تاعي نضيف لها كميه مليحه نتاع البصل ونحط نقليها حتى يذوب معنا هذاك البصل وهذاك الدجاج يتشرب هذيك الكميه نتاع البصل. من بعد نبدا نضيف لها في التوابل. هنايا البنات ضفت لها نص مغرفه نتاع الهريسه ونص مغرفه تاع الطوماطيش كوسوندري. اذا حبيتوا ترابيو في هذا نص حبيبه نتاع الطوماطيش لكم الاختيار. انا هنا كنت نسيت ما درتهاش، او يعني كانت اليوم ثاني ما عنديش الطوماطيش، المهم ما درتهاش. وانتم اذا حبيتوا تضيفوها ما كان حتى مشكل. زدت لها كميه نتاع الثوم، وزدت لها كميه نتاع فلفل اسود والكزبر بودره، وزدت لها فلفل يعني فلفل المرحي هذاك الحلو، او فلفل حمار. وضفت لها مكعب نتاع الدجاج. هنا البنات ما نضيفوش الملح لان ضفنا هذاك المكعب. ضفت لها الكزبر الاخضر او الدبشه. راح نخلطها كما راكم تشوفوا ونحطها تتقلى. هنا هاد الوصفه البنات لازم تخليوها تتقلى مليح مليح حتى تدي حقها متقليه. يعني هذاك الطوماطيش وهذيك الهريسه راحين يتقلاو مليح. من بعد كي تمرقوها يعني مش راح تبقى فيها الريحه نتاع الطوماطيش ولا نتاع الهريسه. هنا حبيباتي كنت موجده الماء تاعي سخون، مرقتها وراح نغلق عليها ونخليه هذاك الدجاج تاعنا يطيب في غرضو. من بعد ما طاب الدجاج تاعنا حبيباتي، هنا جبت الفريك نتاعي، درت يعني قيس فنجال نتاع الفريك لانه العائله تاعي انايا صغيره، يعني ما نديرش شربه بزاف، يعني ندير قيس يعني زوج غرفي 3 غرفيات او 4 غرفيات صغار نتاع شربه بزاف، يعني راح تكفيني. ما نحبش يعني تقعد لي الماكله. نتوما حبيباتي لكم الاختيار بالخصوص بالنسبة للعاملات يديروا كمية كبيرة ويحطوها في الكونجيلاتور كل يوم يجبدوا منها. انا نحب كل يوم نطيب شوربة يعني جديدة. درت هذاك الفنجال نتاع الفريك اللي كنت غسلته، يعني شللته مرتين، نحيت له كامل هذاك الشوائب، فرغته كما راكم تشوفوا، ورايحه نزيد نغلق عليها ونخليها حتى يطيب الفريك نتاعنا وتختار معنا الشريبه تاعنا. يعني طريقة راهي سهلة البنات. هنا بعد ما طابت معنا الشريبة تاعنا، يعني نتأسف البنات راني قريب ما صورت لكمش هذا المقطع لأنه هنا كان الأذان راهو يأذن ووليداتي كانوا قلقين. بالخصوص وليدي راهو يعني صايم، في عمره يعني 11 سنة، راهو صايم معايا، يعني بدا معايا من البداية تاع رمضان. راهو يجوع شوية على بها، كان شويه قلق. المهم كانت طابت الشوربه تاعنا وهنا حطيتها لكم في صحن التقديم كما راكم تشوفوا البنات. هنا درت لها كميه تاع الكزبر او الدبشه. اللي تحب دير النعناع اليابس ثاني كيف كيف، انا ثاني نحبو نموت عليه نديرو غير في الصحينه تاعي. لان ولادي ما يحبوش النعناع في الشوربه، انا نحبو نموت عليه. نقول لكم حبيباتي فرجه ممتعه.